المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرثية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الجمعية الإرثية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الإرثيون في شيكاغو وسياتل ومقاطعة أورانج يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عد أيح. إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرية جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2027. أهلا بكم. عقدت الجمعية الإرثية للصحة العامة مؤتمرها العلمي الرابع في 30 من مايو تحت شعار تمكين العاملين في مجال الصحة العامة لتحسين صحة المجتمع بقاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وطرحت في المؤتمر أوراق عمل تناولت تطور عادات التدخين والعوامل المؤثرة فيها لدى البالغين، بدءا من التجربة وصولا إلى الإدمان والتحديات المتعلقة بالحيض وتأثيرها بالغياب عن التعليم، والدراسات البحثية في مجال الصحة العامة وجودة الحياة ومحدداتها لدى مرضى الجلاكوما أو المياه الزرقاء، وكذلك محددات الولادة المنزلية وأهمية الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية والدستور المعدل للجمعية. وقال رئيس الجمعية الدكتور فصوم كبرآب إن المنتدى يهدف إلى تبادل الفهم العلمي الآني والتقدم البحثي والابتكار في مجال الصحة العامة، مشيرا إلى أنه مهم في سبيل مناقشة العمل المشترك والتحديات بشكل معمق وتعزيز الشراكات وتشكيل مستقبل النظام الصحي في البلاد. وأضاف الدكتور فصوم أنهم يعملون على إعداد وثيقة شاملة للمساعدة في توضيح مدى احترافية وفعالية الموارد البشرية بما يتماشى مع إجراءات وزارة الصحة، ويهدف هذا إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال توضيح مسؤوليات وحقوق العاملين في مجال الصحة العامة في مكان العمل. ودعا المشاركون في الآراء التي قدموها إلى توسيع نطاق الأبحاث لتشمل مناطق أوسع من البلاد، وتعزيز مشاركة الأعضاء في جميع الجوانب، وتشجيع النشاط البحثي، وأن يتخذ الأعضاء المبادرة، وتوسيع نطاق تنظيم الجمعية وإيصال المعلومات المهمة إلى الأعضاء في الوقت المناسب. احتفل الإرثيون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها وسياتل ومقاطعة أورانج كاليفورنيا في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. ونظم المقيمون في شيكاغو والمنطقة المحيطة بها احتفالات في 20 و23 من مايو تضمنت رفع العلم الإرثي وبرامج ثقافية ومعرض صور. وجدد المواطنون التزامهم بتعزيز صفوفهم وتحقيق الأهداف الوطنية، قائلين إن يوم 24 من مايو هو يوم إرث يذكرهم بالاستقلال والثمن الذي دفعوه من أجله. وفي الوقت نفسه قدم طلاب من مدرسة الجالية عرضا ثقافيا يمثل القوميات التسع في إريتريا، وذلك في احتفال حضره آلاف المواطنين والضيوف في سياتل في 23 من مايو. وبحسب المعلومات التي وردتنا فقد ألقى رئيس اللجنة الوطنية في سياتل رسالة بهذه المناسبة. وبالمثل نظم مواطنو مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا احتفالا صاخبا في 25 من مايو تضمن عروضا موسيقية وخطابات وبرامج ترفيهية حسب ما ذكرت اللجنة المنظمة. تم في درعا بمديرية عد أيح في 29 من مايو تدشين مشروع إمدادات مياه شرب نظيفة ومبنى مدرسة ثانوية كلف تشييدهما حوالي 4 ملايين نقفة. وقال مدير إدارة درعا السيد ملس مسقنا بأن مشروع المياه يشمل حوضا كبيرا بسعة 375 برميلا ومحطتي توزيع
وخطوط أنابيب تمتد إلى المركز الصحي والمدرسة، فيما يضم المبنى الذي شيد للمدرسة الثانوية 4 فصول دراسية مع مستلزماته المكتبية. من جانبه حث المهندس كبرو مسقنة من فرع تنمية المياه بالإقليم الجنوبي على صيانة هذه المرافق بشكل صحيح لضمان استمراريتها. وقال الأستاذ بياني تسفاي مسؤول التعليم في المديرية إن طلاب درعا والمناطق المحيطة بها كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة الدغيح لمواصلة تعليمهم بعد نجاحهم للمرحلة الثانوية في السابق، مضيفا أن المبنى المشيد سيخفف من هذا الوضع وسيكون جاهزا للعمل في العام المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مدير مديرية الدغيح السيد هبتاي تسفازقي بالأهالي لمشاركتهم في برامج التنمية والمبادرات التي يقومون بها. وتقع منطقة درعا على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة الدغيح. أكدت وزارة الزراعة أن الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأعوام 35 الماضية أثبتت نجاحها، حيث تم منعها من التسبب بأضرار كبيرة بفضل الجهود المشتركة للخبراء الزراعيين والمديريات والمواطنين وقوات الدفاع. وأوضحت الوزارة أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية تتمثل في التدخل المبكر في مناطق تكاثر الجراد والسيطرة عليه قبل بدء انتشاره، مشيرة إلى أن تفشي الجراد الصحراوي يعد ظاهرة سنوية تختلف شدتها واتساع نطاقها من عام إلى آخر. وبحسب تقارير الوزارة شهدت أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 و2020 أكبر موجات تفشي للجراد الصحراوي، حيث غطت الأسراب في بعض السنوات مساحات تتراوحت بين 51,000 و101,000 هكتار، إلا أن عمليات المكافحة أسفرت عن نتائج فعالة في الحد من آثارها. وأشارت البيانات إلى أن الجراد الصحراوي انتشر خلال السنوات 35 الماضية على أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي، في حين تعد إريتريا من أبرز مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في المنطقة، إذ أن أكثر من نصف مساحة البلاد بما يعادل نحو 7 ملايين هكتار توفر بيئة ملائمة لتكاثره. وأضافت الوزارة أن جميع مناطق البلاد معرضة لخطر الجراد الصحراوي، سواء الناتج عن التكاثر المحلي أو الأسراب العابرة للحدود القادمة من دول الجوار. وفي سياق متصل حذرت الوزارة من تزايد خطر جراد الأشجار الذي بدأ ظهوره بأعداد محدودة منذ عام 2019، وأوضحت أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2025 سجل انتشار لهذه الآفة على أكثر من 45,000 هكتار في إقليم القشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوبي، قبل أن تتم السيطرة عليها بفضل المشاركة الواسعة من المواطنين والجهات الحكومية. كما لفتت الوزارة إلى استمرار تعرض بعض المناطق خاصة إقليم القشبركة لغزوات أسراب طيور الكويل القادمة من السودان، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات مكافحة ناجحة في مواقع تكاثر هذه الطيور على مساحة تجاوزت 5,000 هكتار خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن إنشاء مركز شبه حديث لمراقبة ومكافحة الآفات العابرة للحدود وخاصة الجراد الصحراوي في منطقة قادم حليب بمديرية أفعبته يعد من أبرز الإنجازات التي دعمت جهود الرصد والاستجابة السريعة ومكافحة الآفات الزراعية في البلاد. أفاد سكان ومسؤولون محليون بأن بحيرة غورا الطبيعية في إدارة الضاحية فولينا بمديرية ملقي تقوم بأداء دور مهم في توفير مياه الشرب للسكان ودعم سبل العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان أن البحيرة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن تحتفظ بكميات من المياه حتى شهر مارس من كل عام، مما يجعلها مصدرا مهما لمياه الشرب. كما يستفيد السكان من الأراضي التي تنكشف بعد انحسار المياه بزراعة الأعلاف وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية. من جانبه قال المسؤول التنفيذي لإدارة الضاحية السيد موسى هبت مريم إن بحيرة غورغورا تقع بين سلسلتين جبليتين وتتغذى من عدة أودية كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يساعدها على الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة.
داعيا إلى تعزيز جهود الحفاظ عليها من الطمي لضمان استمرار دورها الحيوي في خدمة السكان والبيئة. وتقع بحيرة غورغورا الطبيعية على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق إدارة ضاحية فولينا إلى الجنوب من مديرية ملقي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد العالمي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. ونقل موقع والا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء قفعاتي وقد استهدفوا بنيران مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة استهدفت موقعا في الجنوب قرب بلدة زوطرة الشرقية شمال نهر الليطاني. وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيث التنفيذ ارتفع إلى 13 شخصا، بينهم 9 قتلى في هجمات بمسيرات تابعة لحزب الله، هم 8 جنود ومدني واحد. في غضون ذلك سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كيويزومي اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة عسكرية جديدة، وانتقد الصين بسبب ما قال إنها زيادة قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، مما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كويزومي خلال منتدى حوار شانغاري لا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، مضيفا أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. ودعت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق دول آسيا والمحيط الهادي إلى توخي الحذر ومقاومة الأعمال المتهورة المدفوعة بالعسكرة الجديدة من اليابان بشكل مشترك. وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي في نوفمبر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري ياباني. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغثيث الصحفيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا تعمل معا على تطوير غواصات مسيرة في إطار اتفاق تحالف أوكوس العسكري الأمني ثلاثي الأطراف. وذكر تحالف أوكوس في بيان مشترك أن تسليم المركبات سيبدأ في عام 2027. وأضاف البيان أن البرنامج سيحسن قدرات الدول الثلاثة في الاستطلاع والهجمات، ويعزز تفوق وسائلها الحربية المضادة للغواصات والسفن والألغام، ويطور أدوات الحرب الإلكترونية والعمليات في البيئات الساحلية المتنازع عليها. ويأتي هذا البرنامج في إطار ما يعرف بالركيزة الثانية للاتفاق المتعلقة بتطوير تقنيات دفاعية تشمل الحوسبة الكمية والأنظمة تحت سطح البحر والتكنولوجيا فائقة السرعة والرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير، محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة. تم نشر أقمار أمازون ليو 7 الصناعية بنجاح بعد إطلاق صاروخ أطلس 5 التابع لشركة يونايتد لانش في محطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا. حملت المهمة 29 قمرا صناعيا جديدا إلى المدار الأرضي المنخفض، حيث جرى نشرها على مراحل خلال نحو 38 دقيقة بعد الإقلاع. وتمثل هذه المهمة الإطلاق السابع لأقمار شبكة أمازون ليو باستخدام صاروخ أطلس، والمهمة 12 ضمن برنامج أمازون لبناء كوكبة إنترنت فضائية عالمية.
وبهذا الإنجاز ارتفع عدد أقمار أمازون ليو الموجودة في المدار إلى أكثر من 330 قمرا صناعيا ضمن خطة تستهدف نشر أكثر من 3200 قمر لتوفير خدمات الإنترنت عريض النطاق حول العالم. نختم النشرة بأهم ما جاء فيها. الجمعية الإرثية للصحة العامة تعقد مؤتمرها العلمي الرابع. الإرثيون في شيكاغو وسياتل ومقاطعة أورانغ يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدائية. إسرائيل تعلن مقتل جندي وتنفذ أعمق توغل بلبنان منذ ربع قرن. اليابان تنفي ممارسة عسكرة جديدة وتتهم الصين بتسريع التسلح. وتحالف أوكوس يطور غواصات مسيرة للتسليم في 2027. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.